تعادل بطعم المكسب. صلي على النبي واعمل اشتراك وتعالى اقول لك الاهلي قدر يخرج بتعادل سلبي قدام الترجي في رادس، والتعادل في المباريات اللي زي كده بيكون مكسب. الاهلي بدأ المباراة وبعد 7 دقايق تدخل غشيم جدا من لاعب الترجي على علي معلول اللي تخليه يطلع بإصابة على طول وينزل مكانه كريم فؤاد. لحد دلوقتي كله بيتكلم على ان الإصابة ممكن تكون وتر اكيليز. ربنا يرجعك يا علي معلول ان شاء الله وتكون احسن من الاول. الاهلي لعب في المباراة ديت بكلاحة كروية، اللي هو عارف ازاي اقدر اجيب نتيجة ايجابية من قلب رادس في وسط الجماهير دي كلها. فعلا دلوقتي كولر بقى عنده خبرة كبيرة في البطولة الأفريقية وبيتعامل بكل احترافية في المباريات اللي بره أرضه وجوه أرضه. كولر طلع وقال احنا ما لعبناش مباراة جميلة، ولكن احنا قدرنا نطلع بالمباراة بالنتيجة اللي احنا عايزينها، اللي هي ما يخشش فينا أي جول في المباراة، وده اللي حصل فعلا. وفي الشوط الثاني اللي هو في القاهرة إن شاء الله نقدر نحقق نتيجة إيجابية. يا ريت تقول لي رأيك في نتيجة مباراة الأهلي، ما تنساش تعمل لايك واشتراك. سلام.